هدخل سينما لوحدي. بجد ما كنتش عارف اعمل كده زمان، بس دلوقتي يعني بعرف. الحلقة النهاردة عن احنا ازاي نحب نفسنا ونتقبل نفسنا واحنا لوحدنا، او بشكل عام ازاي نحب نكون لوحدنا. فبالتالي انا النهاردة هخرج وهعمل شوية أنشطة كده مع نفسي. فبالتالي الحلقة دي بدون سكريبت، يعني انا مش هعرف اكون ماسك اللابتوب وانا كده في السينما او انا في الشارع وبتكلم زي اللهب، فهتبقى صعبة شوية. فحلقة بدون سكريبت، يعني هتشوفوا شخصيتي الحقيقية، شخصيتي اللي مش مكتوبة بقى، ودي مصيبة. فأتمنى إن انتوا تتحملوها وتعجبكم الحلقة. وتعالوا نحجز السينما دلوقتي، عشان أنا المفروض الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 57 والفيلم الساعة 9:15. هدخل الفيلم بتاع The Devil Wears Prada، بحبه قوي، بحبه قوي من أول جزء نزل منه، فده الجزء التاني منه. فيلا بينا. أنا بحجز أونلاين، أنا بحب أحجز أونلاين عشان أحس إن أنا ملك كده، مع إنه نفس السعر عادي يعني. حجزنا، يلا بينا. يا رب ما اتأخر، يا رب ما اتأخر. بجد ما كنتش بعرف اروح سينما لوحدي اصلا زمان يعني، بس دلوقتي بعرف. ومعايا بشوري ومعايا نفسي. اه، سينما 5، ليتس جو. انا متأخر اصلا، متأخر فشخ. الفيلم تحفة. مش عارف اصور الفيلم لانه ممنوع، ولو نزلتها على اليوتيوب هيقفلوا لي الحلقة كلها. بس الفيلم حلو قوي قوي. عايز ابدأ الحلقة بقى. انك تكون لوحدك وتحب تكون لوحدك دي حاجة مش هينة خالص، هي سهلة بس مش بالبساطة اللي احنا شايفينها. موضوع عميق، عميق وتأثيره علينا كبير جدا. ولو فعلا عرفتوا تأثير الموضوع ده علينا كبشر، وعلى نفسيتنا وعلى أسلوب حياتنا، هتجروا جري علشان تتعلموا المهارة دي، علشان تحبوا تكونوا مع نفسكم، عشان تحاولوا تحاربوا كل الأفكار وكل المخاوف اللي تخليكم ما تكونوش مع نفسكم. من كتر ما الموضوع حلو قوي، ما الموضوع مفيد جدا وصحي جدا. في ناس ما بتعرفش تعمل ده، في ناس بتخاف انها تعمل ده. بس انا النهارده هحاول اتكلم بشكل مفهوم وبسيط، لان انا اصلا مش محضر سكريبت، انا كاتب افكاري في ورقه وجايبها معايا عشان مش هعرف اجيب اللاب واقعد بيه هنا. فيا رب يا رب اوصلكم لفكره اللي انتوا تحبوا تكونوا لوحدكم وتسعوا انكم تكونوا لوحدكم كمان. وان فكره ان انتوا تعملوا حاجه مع نفسكم دي حاجه ما تهبوهاش او ما تخافوش منها. تعالوا نبدا. هذا حلو قوي. ليه الناس بتختار ما تكونش لوحدها؟ في اسباب كتيره قوي، بس انا اللي قدرت احدده او اجيبهم هم 4 اسباب. اول سبب الاحراج. انا محرج اكون لوحدي. الناس هتبص لي وانا قاعد مع نفسي، هعمل ايه؟ محدش معايا، هيبقى شكلي وحش قوي والكلام ده. تاني سبب الملل. انا ممكن امل من القعده مع نفسي، اصل انا هعمل ايه؟ هقعد كده باصص للحيطه، هقعد ماسك الدرينك بتاعي ومش بعمل حاجه بيه، او انا قاعد مثلا ببص للناس والناس بتبص لي، هزهق. انا عايز حد اكلمه ويتكلم معايا. تالت سبب ان احنا متعودين على حد معانا. انا متعود ان حد يعمل معايا كل حاجه. رايح السينما لازم يكون حد معايا، رايح اكل لازم يكون حد معايا، رايح اقعد في قهوه لازم يكون حد قاعد معايا، رايح انزل اجيب حاجه من السوبر ماركت لازم يكون حد قاعد معايا. التعود برضو السبب بيخلي الناس ما بتحبش تكون لوحدها، مش حابين يعملوا حاجه هم مش متعودين عليها. رابع سبب وده اهم واحد وهنتكلم عنه باستفاضه شويه، وهو ان الواحد بيكون خايف يواجه افكاره ومخاوفه لما يكون لوحده. لان احنا لما نكون لوحدنا الحاجات اللي في دماغنا والافكار والقلق والرعب من الحياه والدنيا اللي احنا فيها خلاص هي بتكون بقى قاعده معانا. مفيش حد يسهينا، مفيش حد يغلوش علينا بالكلام. لا، احنا قاعدين لوحدنا، فمفيش غير الافكار اللي في دماغنا هي اللي قاعده معانا. ففي ناس بتخاف من المواجهه دي، ان هم يواجهوا الافكار والمخاوف بتاعتهم، ما بيبقوش لوحدهم، لازم حد معايا يغلوش عليا ويغلوش على افكاري. تعالوا نتكلم عن فكره الاحراج. اول حاجه، ودي انا حبيت اقعد هنا عشان اتكلم فيها. دلوقتي الاحراج دي حاجه في دماغنا احنا بس. انا قاعد في كافيه، انا للاسف مش هعرف اصور الناس، بس انا ما حدش باصص لي، ما حدش باصص لي. انا واحد ماسك ميكروفون وعمال اتكلم الموبايل، بس nobody cares. ما حدش خالص فارق معاه الحته دي، اللي هو انت بتعمل ايه، ما حدش مهتم. كل واحد في حياته، كل واحد مع نفسه.
احنا بس علشان محرجين، فالموضوع كبير في دماغنا، يعني غصب عننا حاطين اتنشن كبير على نفسنا وفاكرين ان الناس كلها بتبص لنا، مع ان هو الموضوع مش محرج خالص. وهتقولوا لي ادهم اكيد في ناس بتبص، في ناس بتبص والله، يعني بصوا، في واحده قاعده هناك اهي كل شويه تبص بصه، في ناس قدامي بيبصوا بص عليا، بس بينظروا من ده بيعمل ايه. في ناس بتبص علينا باستغراب علشان احنا او انا ممكن بكون بعمل حاجه هم مش عارفين يعملوها، هم مستغربين ازاي ده عنده الجرأة ان هو يعمل حاجه زي دي، احنا ما عندناش الجرأة ان احنا نعمل كده، نقعد مع نفسنا وما نعملش حاجه، وكمان ماسك موبايل وبيصور. فهم استغراب، على فضول، على حته غيره انه ازاي بيعمل كده، احنا مش عارفين نعمل كده. فالنظره هنا مش نظره احراج، هي نظره تعجب، نظره تساؤلات كتيره قوي. فالناس ممكن لو بصت لك فهي هتبص لك على انك بتعمل حاجه هم مش عارفين يعملوها. آه. تاني نقطه هي الزهق. تعالوا نتكلم في النقطه دي بمنظوري انا وبوجهه نظري انا، بالعقل. وانت قاعد مع اكتر حد بتحبه في حياتك هتزهق، احنا بنزهق من بعض بس ستيل بنخرج مع بعض. فالزهق دي حاجه طبيعيه قوي، بس ما بتمنعناش ان احنا نخرج مع صحابنا، مع قرايبنا، مع الناس اللي بنحبهم. بس بنخرج وبنقعد القعده كلها لحد ما نزهق وبنمشي. فحته الزهق دي موجوده في اي حاجه، مع نفسك بقى، في العلاقات اللي انت فيها، حد قاعد معاك هتزهق، ده طبيعي. فما تجيش تقول ان ده السبب ما يخليكش تخرج مع نفسك، لانه سبب مش حقيقي ومش واقعي، يعني شيله من الليسته اللي انت بتفكر فيها خالص. آه، تالت نقطة وهي أنا متعود يكون معايا حد. ماشي، تعالوا أحكي لكم القصة بتاعت اليوم ده. أنا النهاردة دخلت الفيلم اللي أنا كنت فيه دلوقتي، وأنا كنت متحمس للفيلم ده لأنه هو جزء تاني من فيلم من 15 سنة، وأنا بحب الفيلم الأولاني جدا. فإن جزء تاني ينزل من الفيلم أنا بحبه بعد 15 سنة، بعد ما كبرت وشفت الحياة بشكل مختلف وعقلت وبقى ليا منظور تاني، فأكيد عايز أبص على الفيلم ده. فإت مينز أ حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. فأنا اتفقت مع واحد صاحبي، اللي هو اول ما ينزل الفيلم ده من شهور قبل ما ينزل الفيلم، اللي هو يلا ندخله مع بعض. وصاحبي ده للاسف لان هو شغال شغله صعبه شويه، الفيلم بدا ينزل يتعرض، ويلا يا مصطفى، ويلا يا ابني نتقابل، يلا انا مش عارف ايه، لا انا مشغول النهارده، لا انا مش عارف النهارده. وانا كمان لما هو يكون فاضي انا ساعات بتشغل، فما عرفناش ان احنا نظبطها لحد ما جه اليوم ده. اليوم ده هو اخر يوم الفيلم هيتعرض فيه في السينما. فهل انا هقعد استنى صاحبي ده لحد ما يفضى عشان اروح الفيلم الكبير او المهم قوي ليا؟ ما هو ما كانش فوق، مش هيفضل النهارده ولا بكره ولا بعد، خلاص انا كده مش هشوف الفيلم. انا وانتوا ما ينفعش نقعد مستنيين الناس يظهروا علشان نعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، علشان نخرج من الدايره بتاعتنا او نتسلى او نفرح شويه. لانه ساعات كتيره كمان، واغلب الوقت الناس ما بتكونش موجوده، كل واحد بيكون في مشاغل حياته مع نفسه. في ساعات ناس دماغها بتتغير، فاحنا ما ينفعش نقعد مستنيين الناس ان هم يظهروا او يفضوا او يكونوا في المود المناسب علشان احنا نخرج ونعمل اللي احنا عايزينه. انا لو كنت مستني صاحبي ده انا ما كنتش اشوف الفيلم وهيروح عليا. حاول اشوفه بقى على النت عادي، في البيت، بس لا، ضيع عليا روح حلوه ادخل الفيلم، اشوف السينما، موسيقى عاليه، صوت كويس، اضاءه كويسه، فاهمين كل الحاجات دي، وانا انبسطت. فانا ما ينفعش اكون مستني حد ان هو يجي او يظهر علشان انا اتحرك، عشان اعمل اللي انا عايزه. فكره ان انا اقول انا مستني حد دي وحشه قوي، دي في حق ذاتي انا، اللي هو لا انا مش كفايه، انا لازم حد يكون معايا. بس انا كفايه ودخلت السينما وعملت اللي انا عايزه. وانا طبعا مش بتكلم عن السينما بس، انا بتكلم على حاجات تانية كتيره قوي، بس حبيت اذكر لكم المثال اللي انا على اساسه بنيت الحلقه دي. النقطه الاخيره بقى، وهي انا خايف من افكاري تاكلني، دماغي هتتعبني لو قعدت لوحدي. طب ما اجيب ناس تقعد معايا، ما اجيب حد يلغوش على دماغي وخلاص. طب انا بخاف من حاجات معينه، لو كنت قاعد لوحدي هتلاقي المخاوف دي طلعت وكبرت، وانا مش هعرف اواجهها، مش هعرف احارب افكاري، مش هعرف اتعامل مع كل ده. انتوا هتضحكوا عليا انا عارف، بس الصراحه هو ده الهدف من الموضوع، هو ده الهدف من انك تكون لوحدك، ان الافكار بتاعتك دي والمخاوف كلها تطفح على السيرفس او تظهر، وانت تواجهها وتحبها وتقبلها
انك تتعلم تتعامل معاها، وانك تسمعها من غير ما ناس او تليفون او حد قاعد معاك بيشتتك او بيلغوش على دماغك. انت يا عزيزي المشاهد، انت لو مش قادر تتعامل مع افكارك، لو مش قادر تتعامل مع المخاوف بتاعتك، هتتعامل مع الناس ازاي؟ هتحب نفسك ازاي وانت اصلا مشاكلك مش عارف تتعامل معاها؟ الموضوع ده عامل زي العلاقات، الريليشن شيبس اللي بندخلها ايا كانت صداقه او حب. لما بتحب حد بتتقبل عيوبه، بتتقبل افكاره ومخاوفه، وبتأقلم نفسك اللي انت، انا مش عايز اعمل حاجه عشان هو بيفكر في ساعتها وانا مش عايز اقلق تفكيره، انا مش عايز اتصرف تصرف هي بتخاف منه، فانا لازم اكون واضح. فانا بأقلم نفسي على مخاوف وافكار الطرف التاني لاني بحبه، فبالتالي العلاقه بتبقى ناجحه وسويه. فانت مش هتعرف تعمل ده مع الناس التانية وانت مش عارف تعمله مع نفسك، مش عارف تواجه افكارك ومش عارف تواجه خوفك. ازاي هتواجه خوف وقلق الناس التانية؟ ماشي يا ادم، انا كلامك عاجبني ومقتنع بيه، بس قول لي ازاي، ما تسيبنيش كده. هقول لك ازاي تعمل كده. ابدأها بالراحه، خد بعضك وانزل اتمشى في الشارع، اسمع اغاني وانت بتتمشى. بعدها اقعد في قهوه، اشرب حاجه لوحدك. بعدها ممكن تروح سينما، ممكن تروح تشتري لبس لوحدك. بعدها هتلاقي نفسك بتسافر لوحدك. بص، احنا بنبني علاقه صحيه مع نفسي. زي كده لما في اتنين بيتعرفوا على بعض بيبداوا بقى يشوفوا العيوب والمميزات لحد ما يبداوا يبنوا علاقتهم القويه ببعض. فانت بتعمل كده مع نفسك. فعلشان تعرف نفسك وتفهمها لازم تكون لوحدك معاها، عشان تشوف افكارك ماشيه ازاي، المخاوف بتاعتك بتقول ايه، تفهم افكارك. احنا ساعات بيجي لنا الاوفر ثينكينج ده لاننا احنا مش فاهمين افكارك. لا، عايزك تشوف انت بتعمل ايه مع الناس، او الحاجات اللي لازم يكون فيها اكتر من اتنين تلاته في القعده، وروح اعملها لوحدك. والله العظيم انا بقول لك الطريقه دي، الطريقه هي الطريقه اللي انت ترمي نفسك في الموضوع على طول، وتحاول مره واثنين وثلاثه وتعافر علشان تحب نفسك، عشان تكتشفها وتعرف عيوبك ومميزاتك وتعرف تتعامل معاها ازاي. ولما تكون مع نفسك بقى، فكر في كل حاجه، بس وانت بتفكر عيش، حاول تنبسط، حاول تتمشى مع نفسك، حاول تاكل مع نفسك وتشرب مع نفسك، وتناقش الافكار اللي في دماغك مع نفسك، وتشوف لو في مشاكل تحلها ازاي. وانت ماشي مع نفسك هتلاقي ان في افكار بتجيلك لوحدك انت من غير ما يكون اي حد حواليك، والافكار دي بتساعدك ان انت تحل مشاكلك في الحياه العاديه. اللي هو انت لو قعدت بس قعده الصفا مع نفسك وفكرت هتلاقي انت ممكن تحل مشاكل كتيره. بس انت ما بتقعدش قعده الصفا دي لان في ناس كتيره حواليك بيشتتوك. موبايلك قاعد بيشتتك، السكرولينج 24 ساعه. فما تجي... فانت بتظلم نفسك. محتاج تسمع الافكار الوحشه اللي في دماغك عشان تعرف تحلها وتتعامل معاها. فلما تعمل كده انت هتبني علاقه صحيه مع نفسك. ولما تبني علاقه صحيه مع نفسك وتبدا فعلا تحب تخرج لوحدك، تكون مع نفسك، ما تقلقش ان انت تواجه خوفك وافكارك، فده هيساعدك بشكل رهيب، هيخليك شخص تاني، هيغير حاجات في حياتك انت مستحيل كنت تصدق انها ممكن تتغير. تعالوا اقول لكم ايه الحاجات دي. It's freezing. It's freezing. It's freezing. I love it when it's freezing. يلا. هيحصل ايه لما انا اتقبل نفسي؟ هيحصل ايه لما انا احب نفسي واحب اقعد معاها ووحدتي بالنسبه لي تبقى ممتعه؟ انا هقول لك هيحصل ايه. اول حاجه الاستحقاقيه بتاعتك هتزيد. دي اول نقطه. احتفظ بنفسك، كلام الناس مش هيأثر عليك ولا حتى افعالهم. فانت عندك استحقاقيه عاليه بتحميك من كل او اذى الناس وكلامهم. انا كده شايف نفسي حاجه كبيره، انا بدل بعرف اتعامل مع نفسي وببسط نفسي فانا مش محتاج حد. وده بيودينا للنقطه التانية، عدم احتياجك لحد. ماشي، لانك عارف انت ممكن تملى اي زهق او اي فراغ بنفسك. ده هيخلي اختياراتك للناس انضف واحسن. لان احنا لما بنختار حد وبنندم عليه فده اختيار خاطئ، لان احنا اخترناه لانه بيملى فراغ. طب احنا يا جماعه احنا خلاص اتعلمنا نملى فراغنا بنفسنا، مش هنحتاج حد. هنلاقي نفسنا بنختار الناس الاسويه بس، اللي هم بيكملونا مش بيملونا، الناس اللي بيمشوا معانا الطريق،
مش بيقومونا بقى ويعالجوا المشاكل اللي فينا واحنا نعالج المشاكل اللي فيهم بقى ويلا بقى نمشي ونحاول نسند بعض. لا، احنا كل واحد عنده مشاكله عارف يحلها، عشان كده بيدخل في علاقات تانية سوية. هو بيعرف يحل مشاكله بنفسه، بيعرف يكون لوحده، فبالتالي هيعرف يتعامل في العلاقه. انتوا فاهمين قصدي صح؟ انا بجد متلج ومفيش سكريبت، فانا اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين قصدي. احنا علاقاتنا بالناس بتبقى احسن لان علاقاتنا بنفسنا بقت كويسه واختياراتنا بتبقى احسن. ايه تاني يا وادي ادم؟ والله كاتبها. الموفينج اون. يا نهار ابيض، التخطي هيبقى سهل جدا. بص، تخطي العلاقات السامه او تخطي السيتويشن او الريليشن شيبس البايظه، اساسه انك ترجع لنفسك تاني. انت عرفت ترجع لنفسك تاني بعد او تخرج من دايره الطرف الاخر، فانت كده زي الفل، يو موفد اون. في ناس بتواجه صعوبه في ده لان هم ما يعرفوش هم مين من غير الطرف الاخر. فانا بقول لك بقى، انت واحد بتخرج لوحدك وبتتفسح لوحدك وعارف افكارك وعارف دماغك بتقول ايه والمخاوف اللي بتجيلك وعارف تتعامل معاها ازاي، فانت عارف اكيد عارف نفسك، مش محتاج حد يقول لك. فلما انت تخرج من علاقه وحشه هترجع للشخص اللي انت عارفه ومتعود عليه. هتتضايق بس المضايق هتبقى قليله جدا، وسرعه التخطي هتبقى سريعه جدا، وهتقدر بقى تفهم العيوب والمشاكل، وهتكون سوي كفايه انك تعيب على نفسك وتقول لي انا عملت اخطاء، مش الطرف التاني وتقعد تقول لا ده هو وهي. لا، تعرف تصلح اخطائك من نفسك وتحسنها لاختيارك الجاي. بل وهتلاقي نفسك انا عندي استعداد ادخل علاقه تانية. ايه المشكله؟ لا انا قليل، لا خالص، انا تخطيت خلاص وهدخل علاقه تانية، وهتكون علاقه احسن من الاولانيه كمان. الوحده يا جماعه تاثيرها بيزول لما نعرف نحب نفسنا واحنا لوحدنا. عارفين لما نتعلق بحاجه الحاجه دي بتروح؟ هي الوحده كده. لما نتعلق بنفسنا لوحدنا هتلاقي تاثير الوحده راح. ما بقتش ازعل وانا وحيد، اتضايق وانا وحيد، بعرف املى فراغ نفسي، بعرف اقعد مع نفسي واحبني. لما انت ما تبقاش تخاف تقعد مع نفسك، الوحده تاثيرها هيروح. الانسان بيبقى عنده رهبه مخيفه ان هو يقعد مع نفسه. في ناس اقول لهم يا جماعه طب ما تخرجوا كده مع نفسكم. والله في واحد صاحبي اتعرفت عليه قريب، حصلت له مشكله، قلت له يا حبيبي ما تخرج لوحدك، انت الناس اللي حواليك كلهم فاضيين. لا انا هقعد في البيت واقفل على نفسي. مع انه هو كان ممكن يخرج خروجه بسيطه يتفسح شويه ويفك، لكن لا، هو خايف من افكاره. هو انا ازاي هخرج مع نفسي؟ ده انا افكاري هتقتلني، ده الخوف مش عارف ايه، طب انا اعمل ايه، طب اروح لمين، لازم اكلم. هو خلاص حط في دماغه ان هو انا وحش ووجودي مع نفسي وحش، لازم حد معايا. شوف هو سيستم دماغه على كده which is غلط غلط وحرام تعملوا في نفسكم كده والله. ففي النهايه الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب، مفيش اي فيديو انا بعمله هو صعب. ليه مش صعب؟ لاني وصلت له. انا مش بعمل فيديو وانا ما وصلتش للفكره بتاعته، بدل انا وصلت له يبقى مش صعب. انتوا مش عارفين انا قد ايه اهبل وقد ايه آه انسان بيتحرك بمشاعره، وقد ايه افكاري مش بتاكلني، افكاري كده بتمسكني تحركني وهي تخليني انا اللي هي اللي تختار كل حاجه في حياتي. فاذا كان انا وصلت لده فانت اكيد تقدر توصل لده. فزي ما بقول لك الموضوع مش صعب قد ما هو طويل، بس بياخد وقت. زي امتحان سهل جدا 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 وانت مذاكر كل حاجه فيه، بس الامتحان طويل 17 18 ورقه عمال تحل بس طويل. ايدك هتوجعك من ايه؟ من الكتاب، لكن انت كده كده هتوصل لاخر الامتحان. فالموضوع طويل وبياخد وقت لكن هو سهل. ولازم برضو تعرف ان الناس في حياتنا بيمشوا في منتصف الطريق. ممكن يمشوا، ممكن يختفوا، ممكن ما يكونوش موجودين. خلاص احنا كنا متعودين نمشي معاهم طول الطريق، فجأة ما يكونوش موجودين. بس الوحيد اللي هيكون معاك طول طريقك هو نفسك. فازاي ما تقدرهاش؟ ازاي ما تحبهاش؟ ازاي ما تتعودش تقعد معاها؟ ازاي كنت هقعد انا في البيت النهارده من غير ما اشوف الفيلم اللي انا نفسي اشوفه عشان مستني واحد هو عزيز عليا وبحبه بس مستنيه يفضى؟ طب انا لو ما فضاش كان خلاص الفيلم ضاع عليا. انا مش عارف، الفكره دي بتخوفني، بتقتلني من جوه. لما افكر نفسي ان انا ممكن الحياه تضيع عليا لاني مستني حد، قاعد مترقب اي حد يفضى، اي حد ينزل اجازه، اي حد شغله تكون مواكب مع حياتي علشان اعرف اخرج معاه واتسلى. فكره مخيفه، فكره مخيفه، هتخليني شخص متعلق بمن هب ودب. ارجوكم يا جماعه خدوا الريسك اللي انتوا تنزلوا وتفكروا وتخافوا من افكاركم وتقوموا نازلين تاني
وتالت ورابع، وتقعدوا شكرا شكرا انتوا قفلتوا النور، شكرا، وتقعدوا تفكروا وتتضايقوا وتزعلوا وتخرجوا تاني وتالت لحد ما تحبوا نفسكم وتتقبلوها بافكارها وتعرفوا تتعاملوا معاها. انا بردت قوي ولازم امشي، بس انا عايز اقول لكم حاجه. ادعوا لي والنبي، انا عارف ان الفيديو ده هينزل يعني بعد ما اعمل اديت، ادعوا لي ان الصوت يكون كويس ومسموع، لاني انا كنت في الكافيه جوه، الدنيا كانت زحمه وكان في اطفال، فانا هتضايق قوي 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 لو الصوت ما كانش كويس. واشكركم جزيل الشكر واتمنى لكم ليله سعيده، ويلا انا هروح بقى. باي باي.